اما دلوقتي للاسف الشديد الفيلا محدش ساكن فيها. انا مش انسان، انا عزيز. الاف بتاع المدفن بتاع عادل ادهم مصدي. احنا النهارده جايين نتكلم عن واحد من اعظم فنانين السينما المصريه، ليه طله كده مختلفه. يعني اوقات تلاقيه برنس باشا ماسك السيجار، واوقات تانية تلاقيه لابس جلابيه ومعلم وابن بلد، ومره تالته بقى تلاقيه بقى الزوج البسيط الغلبان المغلوب على امره، زي دوره في فيلم سواق الهانم، الوحيد اللي كان بيجمع ما بين الشر والكوميديا، صوته وملامحه الحاده، وكمان ضحكته، ومش ضحكه كامله دي كمان نص ضحكه، وكان كلها مكر وشر وسخريه، بس كان يرمي الإفيه من دول يوقعك على الأرض من كتر الضحك. هنا في الفيلا الجميلة ديت عاش شرير السينما المصرية الفنان الجميل عادل أدهم. عادل أدهم اتولد في اسكندرية سنة 1929 في سيدي بشر، وليه أصول تركية وأصول يونانية. من حبه في التمثيل قرر إن هو يسافر القاهرة، وللأسف الشديد اتعرض لأول صدمة في حياته لما قابل المنتج والممثل الكبير أنور وجدي، اللي لما شافه قال له أنت ما تنفعش في التمثيل، قال له أنت آخرك تمثل قدام المراية. عادل أدهم وهو خارج سمع أنور وجدي بيكلم المساعدين بتوعه وبيقول هو كل واحد بقى حليوة وعينيه ملونة وشعره مسبسب هيقول إن هو عايز يمثل؟ وقفل الباب على عادل أدهم وقال له أنت آخرك كومبارس. عشان كده نفسية عادل أدهم اتأثرت جدا، وقرر إن هو يسيب التمثيل وإن هو يتجه للرقص. وكان غريب جدا إن هو بصوا بقى عشان تعرفوا إن هو دي بتبقى عبارة عن نصيب. اشتغل مع أنور وجدي سنة 1945 في فيلم ليلى بنت الفقراء مع ليلى مراد، وبعد كده اشتغل عادل أدهم في مسرحية سنة 66 وعمل دور البرنس يوسف كمال، عشان كده عادل أدهم اتسمى بالبرنس. طبعا من الحاجات الغريبة اللي انتوا هتستغربوها عادل أدهم الشديد صاحب النفوذ القوي اللي ليه هيبة كده. على أرض الواقع بيقولوا إن هو يعني زوجته بتقول إن هو كان إنسان طيب جدا، كان إنسان رقيق كده وشيك، ولو كان شاف طفل مثلا صغير بيبكي أو موقف إنساني كان ممكن إن هو يبكي، ويعني بتقول إن هو كان دمعته قريبة. عادل أدهم كان مرتبط جدا جدا بوالدته، ولما توفت اتأثر بوفاتها جدا، وكان كل ما بيفتكرها كان بيبكي. في موقف لطيف حابب ان انا احكيه، الموقف ده كان ما بين عادل أدهم ووالدته، لانه بيقول ان هي والدته ما كانتش شافته وهو بيمثل ابدا، فقرر ان هو ياخدها عشان تشوفه وهو بيمثل في فيلم حافية على جسر من الذهب عزيز. فكانت اول مرة امه تشوفه، وبعد الفيلم بيسألها بيقول لها ماما ايه رأيك بقى في عزيز؟ فقعدت تعيط وهجمته وقالت له انا يا ابني ربيتك على كده؟ بتحرق لها الفستان ليه؟ حسين فهمي عمل لك ايه؟ انا يا ابني ربيتك على كده. وفضلت تعيط لحد ما روحوا. من اهم الصفات اللي بيتميز بيها عادل أدهم واللي مخرجين وممثلين كتير جدا حكوا عنها هي انه كان بيرتجل قدام الكاميرا. كل الافيهات العظيمه اللي انتوا سمعتوها لعادل أدهم ديت كانت ماركه مسجله متسجله باسم عادل أدهم. عادل أدهم هو اللي كان اخترعها بنفسه، زي مثلا اهلا يا قطه، وزي فيلم جحيم تحت الماء في الغردقه لما فتح الشباك ودخل الهوا وقال هوا اللي ما شمكش حد قبلي، انا مش انسان، انا عزيز. وبرضه بيقولوا ان هو ما كانش بيهتم ابدا بترتيبه في الافيش او ترتيبه حتى في الادوار، كان بيقبل حتى لو دور تاني او تالت، لان هو عارف في الاول وفي الاخر ان هو هيخطف الكاميرا ما بين كل اللي موجودين. في سنة 1982 قابل زوجته الأخيرة السيدة لمياء الصحراوي، وأعجب بيها جدا وتقدم لها، وخلفوا ولد وسموه محمد، بس للأسف الشديد الولد دوت بعد 6 شهور توفى. أما بالنسبة لآخر فيلم في مسيرة عادل أدهم كان فيلم علاقات مشبوهة، وكان من إنتاج الفنان سمير صبري. سمير صبري حكى وقال إن الفيلم ده صور في الأيام الأخيرة أو الأوقات الأخيرة في حياة عادل أدهم، وإن هو كان مريض جدا، عشان كده كانوا بيضطروا إن هم يسندوه عشان خاطر يقف قدام الكاميرا، وما كملش المشاهد بالكامل، وحتى كمان ما شافش الفيلم، يعني عادل أدهم ما شافش الفيلم ده. وبعد وفاة عادل أدهم سمير صبري اضطر إن هو
يعني يعمل بقى حاجات في المونتاج ولعب وحاجات كده، يجيب كادرات من بعيد عشان خاطر ما يبينش عدم وجود عادل أدهم. أما بالنسبة لمرض عادل أدهم، عادل أدهم جاله التهاب رئوي شديد، وبعد كده جاله مية على الرئة. ولما سافر فرنسا هو وزوجته يعني اتفاجئ ان هو عنده الكانسر، وتوفى عادل أدهم في مستشفى الجلاء العسكري في 9 فبراير سنة 1996. الأستاذ المكير الكبير محمد عشوب حكى وقال إن هو في يوم من الأيام كان في تصوير فيلم سواق الهانم، قابل الأستاذ عادل أدهم وقال له: يا محمد أنا عايز أشتري تربة. قال له: يا أستاذ عادل بعد الشر عليك ليه كده؟ قال له: لا، الست اللي معايا دي ست غبية، لو مت هترميني في الشارع، فيا محمد هات لي تربة كده تبقى حلوة وتكون جنبي. والأستاذ عشوب اشترى له مدفن جنب المدفن بتاعه واتدفن فيه عادل أدهم ولوحده. بيحكي بقى الأستاذ عشوب وبيقول إن هو لما بيزور والدته وأخوه بيعدي على عادل أدهم وأحمد زكي، لأن المربع ده اللي هو فيه الأستاذ عشوب فيه كل الفنانين تقريبا، يعني أحمد زكي وفي مديحة يسري وفي عادل أدهم وأستاذ سناء شافع فريد شوقي ومعظم الفنانين هناك. فبيعدي فبيقول إن هو لقى القفل بتاع المدفن بتاع عادل أدهم مصدي، محدش بيزوره نهائي، هو اتدفن لوحده واتقفل المدفن على كده ومحدش بيزوره نهائي. فهنا قابل الشخص المسؤول عن المدافن وقال له: يا أستاذ محمد بعد إذنك حاول إنك أنت تشوف حد من عائلة عادل أدهم، لأن أنا عايز أفتح المدفن، بيبقى فيه أطفال صغيرة بتبقى عايزة تدفن، دي بتبقى رحمة، لما بتدفن في مكان زي ده بتبقى رحمة للمتوفي، و ما بعرفش ان انا افتح لاني مش لاقي حد من قرايبه ان هم استاذنهم عشان خاطر يعني يفتحوا المدفن وندفن الاطفال ديت، تبقى رحمه ونور للاستاذ عادل أدهم. فاستاذ محمد بيقول ان هو قال له: يا محمد، قال له للشخص المسؤول ده، قال له: افتح على مسؤوليتي، مفيش حد من قرايبه موجودين، افتح وادفن الاطفال ديت على مسؤوليه الشخص ده. اما دلوقتي للاسف الشديد الفيلا محدش ساكن فيها، لأن بعد وفاة عادل أدهم وزوجته ما كانش فيه ورثة ليهم، فصاحب الفيلا حب إن هو يستردها. أما بالنسبة ليافطة هنا عاش عادل أدهم، للأسف الشديد هي مش موجودة، يعني اتقال إن هي اتشالت عشان صاحب المكان رفض وجودها، بس أنا بقى برجح إنها أصلا ما اتعلقتش، لأن مفيش ولا صورة ليها، وللأسف الشديد محدش يعرف أصلا إن عادل أدهم كان عايش هنا. في يوم من الايام قرر برضه عادل أدهم ان هو يسجل مذكراته، فاستعان بالناقد طارق الشناوي، وجابوا الكاسيت وكانوا قعدوا هنا في البيت ويسجل كل مذكرات عادل أدهم، طبعا ما عدا اجزاء ما لحقش ان هو يكملها بسبب وفاته. وبعد وفاه عادل أدهم الشرايط دي كانت موجوده عند طارق الشناوي، شركه منتجه قررت ان هي تاخد المذكرات دي وان هي تعملها زي سيره ذاتيه لعادل أدهم. هنا طارق الشناوي بيقول ان هو ان الحق الموضوع دوت يرجع لزوجته السيده لمياء، فقرر ان هو يديها الشرايط وان هي بقى تتصرف مع الشركه عشان خاطر الحقوق والكلام ده، لان هي هي ادرى وهي احق بالكلام ده. وللاسف الشديد توفت السيده لمياء، ويعني اصبح مصير الشرايط ديت مجهول، ما بقاش معروف الشرايط ديت للاسف الشديد راحت فين. طبعا احنا في النهايه الغرض من الفيديوهات ديت ان احنا يعني نتذكر الناس العظيمه ديت، وخصوصا لو حد يعني زي عادل أدهم ياما اسعدنا وملوش حد دلوقتي يا جماعه ان هو يدعي له او يترحم عليه خالص. فحاجه كويسه في فيديو زي دوت ان احنا اي حد يشوف الفيديو دوت يدعي له بالرحمه والمغفره. والراجل لحد دلوقتي الافيهات بتاعته لسه عايشه معانا، يعني ياما اسعد. ولو حابين نوعيه الفيديوهات ديت اكتبوا لي تحت في الكومنتات، كمان انا بحب بقى ادلعكم، فاكتبوا لي بقى الحلقه الجايه عايزينها عن مين، مديحه كامل ولا هاله فؤاد ولا احمد زكي؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.